وقبل ما احكي لكم حكايتي اعرفكم بنفسي. انا هنا دكتورة امراض نسا في مستشفى كبيرة. وفي يوم دخلت العيادة بتاعتي لقيت خطيبي قاعد. ايه اللي جابك هنا العيادة؟ فيها ستات كتير وما ينفعش تبقى موجود هنا. اعمل لك ايه يعني؟ ما انا مش بعرف اجي البيت عندكم بسبب جوز امك واللي بيعملوا معايا. معلش يا احمد، خلاص كلها كام شهر ونرتاح من القرف ده كله والله. المهم، جاي هنا ليه؟ في حاجة؟ عايزك تيجي عشان تختاري لي نقاش الالوان اللي انت عايزاها. طيب يا احمد، عدي عليا بالليل وبعدها نروح مع بعض، مع اني مش حابة شقتكم في بيت عيلة والله. تاني هنتكلم في الحوار ده؟ كلها كام شهر بس وانا وانتي هنسافر برا وهنكون مع بعض يا قلبي. وبعدها مشي. وبالليل رحت مع الشقة عشان اختار الالوان. هروح اجيب الشاي من ماما، خليكي هنا وهجيلك على طول. وبعدها خرج وجه اخو وائل. ايه ده بجد انت هنا؟ وانا اقول الدنيا منورة ليه كده؟ هو انت مش نزلت عند ماما ليه عشان نشوف؟ ازيك يا وائل، عامل ايه؟ معلش اصل انا مستعجلة والله، يا دوب جيت بس عشان النقاش وماشية على طول. عايزة اقولك ان كل يوم بقول يا بختك يا احمد بيشوف الضحكة العسل دي. اصل انت ما تعرفيش هلا مراتي عاملة ازاي، والله يا بنت بتعشق النكد قوي. معلش يا وائل، حاول انت تغير منها. اعمل ايه بس؟ مش كفاية مستحمل انها مش بتخلف؟ لا وكمان عايزاني كل يوم اشوف وشها ده. شوية ودخلت هلا مراته. هو في ايه؟ انت مش عارف ان الراجل والست لما بيتجمعوا بيكون تالتهم الشيطان؟ ولا ايه يا هنا؟ ايه الكلام الغريب اللي انتي بتقوليه ده؟ وائل اخو احمد يعني زي اخويا بالظبط، وبعدين ما باب الشقة مفتوح قدامك اهو. لا والله. والمفروض ان انا اقولك ايه؟ ما انا معاهم في نفس البيت اهو، وعمري ما كنت مع احمد لوحده. بقولك ايه، انا مش هرد عليكي بعد اذنكم. ومشيت وسبتهم. واول ما دخلت البيت لقيت عم محروس جوز امي قاعد. والله حلو، الهانم لسه جايه دلوقتي؟ كنت فين كده لحد دلوقتي؟ بقولك ايه يا عم محروس، لو سمحت طلعني من دماغك شويه، انا مش فايقه خالص، سيبني باللي انا فيه. لا يا حبيبتي، طالما قاعده في بيتي هنا يبقى اتكلم زي ما انا عايز، واللي مش عاجبه يسيب البيت ويمشي. هو انت مش قادر تستحمل الكام شهر بس اللي انا عايشاهم معاك؟ ما انا بعد كده هسيب لك البيت وامشي. وسبت ودخلت اوضتي. وبعدها ماما خرجت. هو في ايه؟ حرام عليك، انت على طول بتتكلم مع البت بالطريقة الوحشة دي ليه؟ اهدى شوية عليها، ما ينفعش كده. جرائية ولية، هو يعني انا غلطان ان عايزة احافظ ليك على بنتك؟ هو انت عارفة هي بتروح فين ولا بتيجي منين؟ انا عارفة بنت كويس قوي، محترمة وملهاش في الكلام الفارغ ده. طب اسمعي انت وهي بقى الكلمة دي، هنا كلمتي هي اللي هتمشي، واللي مش عاجبه عايز يمشي براحته، الباب يفوت جمل. جرى ايه؟ انت قافله الباب على نفسك ليه؟ لا اسمعي بقى، البيت ده بيتي وما ينفعش حد يعمل حاجه الا باذني انا. بغير هدومي، ايه عايزني اسيب الباب مفتوح؟ اه، وانت بتقفلي ليه بقى؟ شايفه الرجاله هنا كتير عشان كده بتقفلي الباب؟ اسمعي يا بت انت. وقبل ما يخلص كلامه، خد الفلوس دي يا عم محروس، وبص اول ما تخلص قولي وانا هديك فلوس غيرها. عايز حاجة تاني؟ يا بنت انا مش قصدي، على العموم براحتك، اعملي اللي انت عايزاه، برضو البيت بيتك وتتصرفي فيه زي ما انت عايزة. وبعدها مشي. وانا دخلت الأوضة ولقيت احمد عمال يرن عليا كتير. في ايه يا بنتي؟ انا طلعت الشقة وما لقيتكيش فوق، هو حصل حاجة؟ بقولك ايه يا احمد، بجد انا تعبانة هنا قوي ومش ناوية اسيب تعب واروح لتعب تاني. يا حبيبتي خلاص، كلها فترة قليلة اوي هتكوني مراتي، ومحدش في الوقت ده هيقدر يعمل معاكي اي حاجة. بس هو ايه اللي حصل عندنا؟ حاسة ان ولا انا ولا مرات اخوك هنقدر نتعامل مع بعض خالص والله يا احمد.
معلش يا هنا، حاولي تاخديهم على قد عقلهم الفترة دي بس لحد ما نتجوز. وفعلا عدى الوقت ويوم الفرح روحت. يلا يا عروس، عدي من تحت ايد حماتك عشان تفضلي طول عمرك تحت طحها. هو ايه الكلام الفارغ ده؟ ما تتكلم يا احمد، في ايه؟ عادي يا هنا، الكل بيعمل كده عندنا، وبعدين بلاش تنكدي علينا يا ليتنا عشان حاجة تافهة زي دي. لا والله عيب عليك يا دكتور احمد، الكلام ده يطلع منك وانتي يا حماتي. انا اسمع كلامك حب فيكي، مش عشان حاجة زي دي. بقولك ايه، كلنا عملنا كده وانتي كمان لازم تعملي. ما انتي مش احسن مننا يا حبيبتي. ارجوكي يا هنا اعملي كده وخلصيني. وزي ما قالت هالة، يا تدخلي البيت وانت تحت طوعي، يا اما تلفي وترجعي تاني على بيت ابوكي. قصدك بيت جوز امها. هو ابوها كان عنده حاجة يخليها عايشة بكرامتها فيها؟ طب انا في بيت ابويا، اقصد بيت جوز امي. وبعدها مشيت وسبت لهم البيت. عاجبك كده يا ماما؟ اعمل ايه دلوقتي؟ انت عارفة اني بحب هنا ومش هقدر استغنى عنها. يعني قصدك ايه؟ عايز مراتك يا واد انت تكسر كلامي وانا اسكت لها ولا ايه؟ بقولك ايه، انا مش بحب الدلع الماسخ ده. والله بقى يا دكتور احمد، هي شايفة نفسها علينا قوي من الاول. انا رأيي تشوف عروسة تانية. ما تلمي نفسك وخليكي في حالك انت يا بومة، يا بومة البيت. وانت يا احمد، عيب عروستك تمشي من عندك للي دخلتها في فستان الفرح. ده انت شايف اللي بيحصل يا وائل. وفي بيت ماما كانت قاعدة، ودخل محروس ومعاه واحدة. ايه ده؟ مين دي يا محروس وبتعمل ايه هنا؟ يا اختي، ما انا من حق افرح واتجوز، مش عايزة اكمل حياتي معاكي، وصابر عليك اهو لحد ما بنام. اتجوزت يا ماما. اخصى عليك، بعد العمر ده جاي تقولي كده؟ ليه؟ عملت معاك ايه وحش؟ ده انا كنت بديك فلوس واقول انها منك انت. اه، عشان اسجنك بيها يا روح الروح. هي كانت لاقية تاكل بعد ما جوزها توفى عشان تدفع فلوس يا حبيبي؟ فلوس معاش جوزها؟ هو انت فاكرة ان انا كنت متجوزها رسمي؟ ده عرفي. وفي الوقت ده انا دخلت وقلت، ايه الكلام الفارغ اللي انا بسمعه ده يا ماما؟ معقول انت عملت كده؟ اهي المعدولة بنتك رجعت بعد جوازها بكام ساعة بس. اعمل ايه يا بنتي؟ الظروف هي اللي خلتني اعمل كده. تمام يا جوز امي، ولا جوز امي ايه دلوقتي؟ يلا بينا يا ماما ناخد حاجتنا ونمشي. نعم يا اختي. هو انت كنت يعني دفعت قرش في الهدوم دي ولا حاجة؟ ده انت هتمشي زي ما خدت امك من غير ولا حاجة. حرام عليك يا محروس، ده انا ما قصرتش معاك في حاجة، ليه بتعمل معايا كده؟ ده بدل ما تشكري، اصلا ان لمك انت وبنتك من الشارع. على العموم برضو نعرف الاصول وقلبي طيب، سيبهم ياخدوا شنطهم وهدومهم عشان خاطرها هي بس الغالية. يلا قدامكم 10 دقايق ومشوفش حد منكم هنا. وفعلا اخدت امي ولميت هدومها ومشينا، ونزلنا الشارع ولقيت احمد جوزي جاي. ايه ده؟ انتوا رايحين فين يا حبيبتي؟ حبيبتك يا احمد، بعد ما سكت على اللي عملته امك ومرات اخوك فيا. انا اسف يا هنا، والله انا جايه اهو ارجعك، وقلت لهم ان محدش ليه دعوه بيكي. موافقه يا احمد، بس بشرط امي تيجي تعيش معايا، اصلها اتطلقت ومش لاقي اي مكان تروحي دلوقتي. يا حول الله يا رب، ليه كده؟ بس يلا، على العموم بيتنا بيتها يا حبيبتي، يلا بينا. وفعلا رجعت معاه البيت وطلعنا على طول لشقتنا. وفي شقة حماتي بقى، اهو يا ماما الهانم رجعت وكمان جايبة معاها امها المطلقة. مش احمد قال كده قبل ما يطلع برضو؟ هو بس كده؟ لا ده كمان ابنها هيصرف عليها وعلى امها. انا مش عارفة انه ازاي مغفل كده. يعني انت راضي ان اخوك يصرف على امها وبيقعد واحدة غريبة كمان في بيتنا؟ مين قال بس انها غريبة؟ ده احنا بقينا اهل، وبعدين بنتها دكتورة مشهورة كمان، واكيد هي اللي هتصرف على امها. وخليكي في حالك يا هالة، ويلا نطلع فوق. انت يا واد انت بتدافع عنها كده ليه؟
وبعدين مراتك بتعتبر احمد زي اخوها وبتهمها مصلحته. اهو كده يا ماما على طول، ظالمني من غير ذنب. ده انت الذنب بذات نفسه يا حبيبتي. انا طالع انام وتيجي ورايا يا هالة، وانزلي من على دماغنا الله يهديكي. يا بنت سيبك من كلام جوزك وقوليلي نعمل ايه، نخلي الولية دي تمشي من هنا.